يمين ويسار يمين ويسار مصورين يمين ويسار عم حسين يا ما خذ يا عم ايوه نجيتوا ما خلي سلم حالهم الله يسلم حالكم المصور نغطي يطرفوا في الاطراف خليهم الناس ياخذوا علوم خير يا اصحابي يا شيخ اليمن يكفيكم سلامتكم سلامتكم تعمجة سلامتكم مقدام عليكم دولة وقبيلة كل شخصيات اليمن ومشايخها وممثلين الدولة وممثلين القيادة السياسية ومجلس الشورى وممثلين أعضاء مجلس النواب والشورى ومشايخ اليمن كلهم باسمه وصفته جينا إلى ساحة المحويت ساحة العز ساحة الشرف وساحة النقاء مرضيين ومسليين فيما حصل في مقتل المجني على عبد الله الأشول من قبل الجاني محمد الزويكي. واليوم يا مشايخ المحويت ويا آل الأشول انتم السكين واحنا اللح، والقضية قضية اليمن كاملة وقضيتكم في المقدمة، وانتم أهل الشرف وانتم أهل النقاء وانتم أهل الناموس وانتم أهل العز وانتم قطاعين المواقف وانتم أهل الحل وانتم أهل العقد. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نأتيه أجرا عظيما. وقوله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. واليوم جينا هذا الوجه حكار عندكم وجينا بنزايلنا وعقايرنا طالبين عفوكم ومقدمين اعتذارنا في كل ما حصل لأولياء الدم، واحنا اخوه وصف واحد ونغلق ابواب العدوان. ويجب على الجميع ان يراعي مشاعر الناس وان يحترم مواقف الناس وان يحترم مبادئ الاسلاف والاعراف. واحنا منكم وفيكم ومنكم يا مشايخ الوحويد نتعلم وناخذ السلف وناخذ العرف، وانتم قدوه في كل مواقف اليمن وانتم السباقين في قطع مثل هذه القضايا. وهذه القضيه اصبحت راي عام واصبحت القضيه غير منظوره الا امام العالم بكامله. واليوم مشايخ اليمن جدت في النار وجدت في وقيدها وجدت فيه وتغلق ابواب العدوان، وطالبين منكم رضا الله ورضاكم ورضا اولياء الدم ومحكمين ومحتكمين وفي اسراركم، وانتم المهلايين وانتم المولايين. وجينا بعقائرنا ونزايلنا وتنفيذا لتوجيهات سماحة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ويرعاه، ورئيس المجلس السياسي الاعلى المشير الركن مهدي بن محمد المشات حفظه الله في قطع الخلافات والنزاعات والحروب. واليوم جيناكم وكلامنا واضح وعقائرنا ونزايلنا عندكم واحنا في اسراركم، وما ضربتوا يابا عليكم وبنادقنا في رفعان الدم وفي قبول العفو، وطلبنا ايضا في جلوس الولد عند اهله لانه ما معه ان يسير ولا ان يجي، واحنا ضارحين لكم نزايلنا وجهالنا وعقائرنا وبنادقنا فيما طلبتموه علمنا وعلم مشايخ اليمن، ولا جاكم شر. وانتم كيف انتم وكيف احوالكم؟ حيا ذا الحق وكم حق عينوني يا جماعه لا تخلي احد يقول جا اسحب كذا اسحب يا اخي اسحبوا حاجه على سكسكه يا ابني سكسكه وخر هذا المزايل هذه نزايلنا عندكم نزايلنا عندكم
في قبولنا في باجينا في عتق رقبة الجاني، وأيضا في جلوسه عند والدته. مطلبنا لمنعكم لا تخيبوا هذه وجيه اليمن، والموقف موقف اليمن كامل، وانتم من تقدر هذا الوجه. سلامتكم. يا شيخ محمد صلوا علي. اهدوا لو سمحتوا. فرع فيما حصل في قبل الموقف اولا في بندق. هاي جنبي. يلا ها توكلنا على الله. مرحبا بكم دولة وقبيلة واخوة واصحاب واعزاء. وصلتوا الى ساحة المحويت، والمحويت معروف برجالها وبوفاها وبكرمها. على كل حال حصل ما حصل، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. اللي حصل قد حصل، سواء من سابق ولا من لاحق، والشيء حصل إلى ذمة قضاه، هم اللي يحكموا وهم اللي يفعلوا كل شيء. وإحنا ما تولينا قضية، إحنا ناقشنا حكم حصل. لأنه اشهدوا يا من حضر باسم أولياء الدم هذا الأشوال، وباسم الورثة الناس عافيين ومسقطين القصاص لوجه الله سبحانه وتعالى، وتقديرا للقيادة السياسية والثورية ولهذا الوجيه اللي حضرت، وهذا التنازل باسم الجميع وعلمنا وسلامتكم. بالكم وحياة اللحى اطلبوا عن سلامتكم. خلينا خبره مشايخ عمران في المقدمة ومشايخ الأهل متصدرين الموقف، وهيئة المعاقب ومشايخ اليمن المصفين الأجانب مشايخ الأهنوم. جيناكم نردين اعتباركم في قضية الشرف وقضية كل حر يمني وقضية كل عزيز وقضية كل غيور وقضية كل يمني شريف نظيف، لأن مجتمعنا اليمني ما يقبل بالتخايل ولا يرضى بهك الأعراض ولا يرضى بأي خاضع. وتسببت النيابة والقاضي إلى هذا الميثاق الذي تسبب فيه القاضي الذي يحكم في الشرف ويحكم من قضية اغتصاب إلى زنا. واحنا سرنا لجنه وساطه، والى جانبنا مشايخ الهنوم ليهم مشايخ آل الزويكي في مقدمتنا، وكانوا اخوتنا وسندنا وعوننا في لم الصف وفي تقدير الشارع اليمني وفي احترام مشاعر الشعب كله. وسرنا وجينا واحتوينا موقف وقبلنا على ولي الدم وحكمنا وكسرنا عصوبنا في قبول اسقاط القصاص الشرعي الذي حكم القاضي الثاني بموجب آخر وقضية أخرى، واخرجوا القضية الأولى الذي هي السبب الرئيسي واعزلوها. واحنا اليوم جت هذه مشايخ اليمن تقول لكم إن فاطمة وكل زميلاتها هي خوات اليمن كلها وشرف اليمن كلها وشعر من ثقل اليمن كلها، وبدينا على ولي الدم واطلق اليوم العفو وعتق الرقبه وسلمنا 40 مليون الذي هو للجهال في شراء منزل يتساعدوا فاعلين الخير ومشايخ اليمن الذي كان الى جانبنا. واحنا اليوم جينا ب 11 راس بقر وجينا ب 22 راس غنم ومقدمين 3 لبن رد اعتبار وتعويض للبنت من الاخ الشيخ محمد حسين السقا ب3 لبن.
ونفعل البصيرة بمن تشتوا ومقدمين ديه رد اعتبار. وهذا لكم ومشايخ اليمن بتستنكر. والدين أي موقف فيه أعراض فيه شرف، لأن القبيلة والنخوة والدين ما يسمح في مبادئنا وفي مجتمعنا بالذات وبالأخص ما يقبل التخايل ولا نقبل. والذي تسبب لإيصالنا لهذا الموقف والتشهير بنا ملأنا العالم، وإحنا أعز وأشرف وأعظم رجال العالم، وإحنا رجال الحمية، ودماءنا اليمنيين ما هي في دم عربي ولا هي في دماء العالم بكلها. إحنا الغيورين على فلسطين، وإحنا الغيورين على الأعراض، وإحنا الغيورين على الشرف، وإحنا الغيورين على الناموس، ومعانا قيادة بتشرفنا أمام العالم بكلها، ممثل بقائد الثورة سماحة السيد المجاهد العلم الحجة عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الروح مهدي بن محمد المشاد. وكل الشعب اليوم متعاطف ورافض كل ما حصل وبطالبة. واليوم الدولة والجانب القضائي كان بواجبه ومستمر في واجبه في إجراء تحقيق مع القاضي المتسبب في القضية الأولى وإحالته إلى مجلس التأديب، ويكون رادع للصغير والكبير. والقضاء القضاء اليمني ليس متهم في القضية. القضاء ليس متهم. إذا قاضي سيء يخرج من القضاء ويدينه القضاء أي قاضي. أما بقية القضاء هم أخوتنا وهم العدالة وهم الحق. وإذا شي مظلومية باب الدولة مفتوحة وباب العدل مفتوح ولجنة الإنصاف مفتوحة، ودولتنا مستمعة وقيادتنا للصغير وللكبير في نصرة المظلوم ولا تتخلى أبدا، وهي السباقة في هذا الجوانب. ونقرأ لكم التنازل في جامع أولياء الدم لأحمد الزويجي، وبعد أن نسمع علمكم وخبركم. هلو يا رجال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أظهر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. صدق الله العظيم. برعاية كريمة من السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله، وبتوجيهات سامية من رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي محمد المشاد حفظه الله، ومن معالي وزير الداخلية اللواء الركن المجاهد عبد الكريم بن أمير الدين الحوثي حفظه الله، وبجهود حثيثة من رئيس لجنة الوساطة رئيس لجنة حل قضايا الثار المركزية محمد بن محمد علي الزلب، ومن جانب أولياء الدم الشيخ شوقي أحمد الصلاحي وهزام يحيى هزام، والأستاذ عبد الله فرحان الكول مشرف مديرية شعوب، والعميد عبد الله بن الحسن بن الحسين الأمير نائب مدير أمن الأمانة. وبعد الانتقال إلى منزل المجني عليه عبد الله أحمد حسين الأشول، وحضر ورثة المذكورين بحكم حصار الوراثة الصادر من محكمة شمال الأمانة برقم 826/1442 هجرية. حضرت زوجته الأخت نجلة أحمد جابر تعمل بطاقة الشخصية من الأمانة برقم 1006168237 بتاريخ 3/5/2022، كما عرف بها أخوانها الحاضرين الأخ سامي أحمد جابر يعمل بطاقة الشخصية من الأمان الرقم 1100522169 بتاريخ 26/11/2023، والأخ عبد الرحمن أحمد جابر يعمل بطاقة الشخصية من الأمان برقم 0101115632 تاريخ 11/6/2022، وهي بكامل الأهلية المعتبرة شرعا وقانونا وبرضائها واختيارها، وهي حاضرة عن نفسها وعن أبنائها القصر، وهم عبد الحكيم وبسام وأحمد وحليمة أبناء عبد الله أحمد حسين الأشول، بموجب قرار التنصيب الصادر من محكمة شمال الأمانة برقم 827/1442 هجرية، وبموجب الإذن لأم القصار المذكورين بالتنازل نيابة عن القصاص الشرعي واستلام ما خصهم من مبالغ مالية متعلقة بقضية مقتل والدهم. ثم أن الحاضرة عن نفسها وعن أبنائها القصر عبد الحكيم وبسام وأحمد وحليمة أبناء المجني عليه عبد الله أحمد الأشول تنازلت عن القصاص الشرعي واستلام ما خصهم من مبالغ مالية متعلقة بقضية مقتل والدهم. إن الحاضرة عن نفسها وعن أبنائها القصر عبد الحكيم وبسام وأحمد وحليمة أبناء المجني عليه عبد الله أحمد الأشول تنازلت
تنازلا صريحا صحيحا عن دم زوجها المجني عليه عبد الله أحمد حسين الأشول، وتنازلت عن القصاص الشرعي والقضية الجنائية. وهذا التنازل والعفو عن الجاني أحمد محمد أحمد الزويكي تنازلا وعفوا لوجه الله أولا، ومقابل تسليم ومخاسيب وأغرام التقاضي، ومقابل ما تعرضت لهم الإساءات والتشهير في القنوات وسائل التواصل الاجتماعية، تم تسليم مبلغ وقدره 40 مليون ريال أقرت المتنازلة باستلام 10,000 دولار من الأخ الشيخ محمد الزلب، وسابقا وسلم بقية المبلغ في الموقف عدا ونقدا بالمشاهدة والمعاينة، مبلغ وقدره 34 مليون و700 ألف ريال يمني. وبهذا التنازل لم يبقى للمتنازل لهم ومن إليها من أولياء الدم اتجاه المتنازل له لا حق ولا استحقاق ولا دعوة ولا طلب ولا جر ولا مجر، لا في دولة ولا في قبيلة، تنازلا شرعيا قانونيا شاملا كاملا منهيا للقضية، وأطلق أولياء الدم ومن إليهم العفو والعوافي للمتنازل له، وأصبح آمنا على حاله وماله في بادية وحضر وسوق وجامع وشارع. وقد رأى المشايخ والأعيان الحاضرين أن يتم شراء بيت مسكن للقصر، أبناء المجني عليه بالمبلغ المسلم، كونهم في بيت إيجار ولا مصدر دخل لهم وليس لهم من ينفق عليهم ويرعاهم سوى الله سبحانه وتعالى. إن قضية الصلح تقيض العدوان البربري الغاشم وأدواته، وتعزيزا وتماسكا للجبهة الداخلية، وتحافظا على الوحدة الصف. وتم هذا بحضور من شهد، والله ولي الهداية والتوفيق. واليوم